سادتنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة الرياضة الشعبية. هالمرة أجوانا غير من داخل ملعب الشهيد أبو وعد لقرعة بطولة كأس العالم النسخة الثالثة الذي قدمتها المدرسة الكروية اليوم. شيء مختلف ومتواضع من داخل المقر للمدرسة الكروية للاعب الدولي علي حسين رحيمة. أنا وأنتم وكلمة رئيس اللجنة الكابتن عادل أبو مصطفى لكم. جابر أنا يعني كابو لجنة، هذول 16 فريق اللي جاي يشتركون بالساحة شكو واحد، عندهم لاعب محروم من هاي اللحظة مفتوح. من هاي اللحظة أي واحد عنده لاعب محروم قبل شهر، قبل 15 يوم، قبل شهرين، قبل هاي، المهم مفتوح من هسه. هذا أول شرط لي. أوكي، بس للتوضيح 16 فريق المشتركين بالبطولة المشتركين، الغيرهم لا، ما أنا ما فاتح الحرمان، بس هاي الوجوه هاي اللي جاي تشترك على ملعبنا، هاي ال 16 فريق اللي بهاي البطولة. والشغلة الثانية شباب، أكيد أنتم ما مجبورين بهاي البطولة. زين، أنا كابو لجنة أريدكم، يعني واحد يقول لي يابا أنا مجبور بيها، ما مجبور. هاي هم للعلم على مولانا قدامكم، قولوا لي يابا أنا مجبور ما مجبور. هاي يعني احنا صار لنا شهر يدرى أنا وعلى أو ملا وعد، يعني مخابرات وجلسات وشغلات على السحبة، على يا الفريق اللي يشترك، ذول 8 صعدوا وهم احنا اختارين ال8 الباقين، طلع فريق رجع فريق، شو اسمه، هاي كل احنا هاي انا على تواصل. فهذا الموضوع عندي. الموضوع الثالث على جابر هم يسمعني، كملت يعني السيتات الدريز الشعارات لو بعثن على مود اعلن اني. بعد ما استمعنا على شروط الكابتن عادل أبو مصطفى، سادتنا المشاهدين خليكم ويانا الاستماع إلى كلمة منظم ومشرف هذه البطولة الكابتن على جابر. خليكم ويانا. وكابتن عنجورة وبعد فريق وكابتن ضياء، يعني هم آخر 3 فرق انضافوا خلال 5 أيام كملوا شغلهم، والفرق اللي صار لها فترة ما كملوا شغلها. يعني ما اعتقد هو في شيء صعب. إذا نحكي على موضوع المادة فهو ما اعتقد يكلف هواي، واحنا ان شاء الله بالايام الجايه احنا اعلنها قدامكم من رخصه كابتن ابو مصطفى. الشعار اللي بالجانب راح يصير ثابت. شلون شعار الفريق يصير ثابت؟ عندك شعار تلعب. وللتذكير احنا ما جابرين اي فريق بالمشاركه، ما جابرين اي فريق. الباب الملعب مفتوح، عندنا نظام وعندنا سيستم ماشيين عليه يا كابتن احمد. تحب تشترك اهلا وسهلا بك، ما تحب تشترك براحتك. تريد تفرض علينا شغلات انت تريدهن، لا. لان انا هسه من احكي لكم احتباطا، انا سامعك هواي امور صارت هواي ما اريد اتدخل بيها. اللي يشوفنا بعين نشوفها ب10 عيون، لكن اللي يشوفه واحد يتماطل ويانا ويسوي تكتلات ويريد لبس حجه، لا. احنا بالنسبه لنا ناس رياضيين ولاعبين طوبه، ومو هسه جينا لكره القدم. وانتم اغلبيتكم حتى دائما اللي يصير عندنا اشكال وياه بالملعب هو يحمد بينا بنظامنا، فهذا نظامنا ماشي. بالنسبه للبطوله، بطوله نظامها تسقيط الفردي. البطوله ما راح يتحدد اليوم مالها، راح ان شاء الله احنا خلال هاي الايام ان شاء الله خلال هاي الايام راح نحدد وقت البطوله، لان تعرفون شوي عندنا شغل اليوم. واحد من المدربين خابرني قال لي كابتن احنا ننطي اشتراك بالسحبه. قلت له لا، من نكمل السحبه لحد ما تبدي البطوله من حقك تنسحب ومو معاقب، من حقك. رايك انت ما اقتنعت بالامور عادي، حسب اللي ما ادري بيه. على اساس راح يصير اجتماع مع المدربين على موضوع الاشتراك، وهسه اكد لكم الاشتراك باقي نفس الاشتراك بالملعب، باقي نفس ما يتغير. اشتراك 20,000، تعليق 20,000، 40,000.
ما جابرين اي واحد بالمشاركه. اهم نقطه هاي، ما جابرين اي واحد. هسه دائما ناكد على هذا الموضوع، اكثر من مره حكينا به، لان احنا مو نحكي احتباطا، لان سامعين شيء، سامعين واكو ناس تريد تسقط. احنا هذا اللي عندنا كبات، انا ما اجبر، بس انا اتفق وياك هسه اتفاق، اروح للملعب الاتفاق اللي وياك طبقه بقانونه. اتفق وياك دريس، شعار يوقع انت مسؤول عليه، انا مالي دخل ما يلعب اللاعب، تجي متاخر، ما تعطي اشتراك، ما تجيب هويات، هذا اتفاق كابتن احمد، ما اعتقد جديد ابو جعفر. المشاهدين، بعد ان استمعنا الى هذه الرسالة وشروط البطولة من قبل الكابتن علاء جابر منظم لهذه البطولة، هناك رأي جدا مهم للفرق الشعبية بصورة عامة ونصائح جدا مهمة من قبل أحد مدربين ال26 الكابتن أحمد حنين مدرب الغرافة. خليكم ويانا. انتبهوا علي أبو علياء، يعني مع احتراماتي، بس يجوز الولد الحميدية و36 أنا بدوا هسه يشتركون جديدين، وال75 يعني السيد، فاحنا هاي الوجوه كابتن عقيل نفسنا، وذاك وش كيف فريق ما مشترك. الساحه ساحتنا، واحنا اصدقاء كنا، منو هسه مو صديق الاخ وعنده علاقته طيبه؟ اذا مو بي باللجنه على جابر، فانا اكو ثقافه يعني طارئه علينا. هاي الثقافه يعني تسبب اول شيء سمعه على المنطقه وعلى الساحه وعلينا مو زينه. يعني انا من نجي ذيك البطوله ايش قد تعبنا عليها، واللجنه واحنا والعالم تعبت عليها. ليش يعني بطوله من الدور الاول للدور الثاني حوالي 3 عركات 4 عركات، حتى عيب اقول عركه، صح لو مو صحيح؟ يعني تجي عالم وجمهور تريد تتونس تباوع، اطلع بعركه ومشكله وخربت البطوله. انا اقول السبب بينا، هذا الحكي حتى موجه لعلاء جابر. يعني باكر عقب انا باللعبه وعلى جابر مدرب وفريقه ولعبه، وعلى جابر يطلع من المباراه ويضغط الحكم ويصيح على الحكم، ما حمله مسؤوليه، اجى حاججه قدام ابو مصطفى. فاحنا نتحمل المسؤوليه، خلينا نتقبل الخساره والفوز. يعني انا اريد اتمنى مثلا او الباحه صارت حاله، فريق مثلا من يخسر خلي الفريق الغالب ياخذ لاعبينه يسلمون على المقابله، يتباركوا لهم المدربين، واحد يسلم على الاخر. يعني مع احتراماتي شباب، ترى لاعبيننا هسه مو مثقفين، يعني مع احترامات مو ثقافه لا دينيه ولا اجتماعيه، لا ثقافه رياضيه ماكو. يعني اللاعب ما يتقبل الخساره، هذا من يوعي اللاعب؟ من يوعي اللاعب شباب غير المدرب؟ يعني انا خلي تكون محاضرتي مو فنيه بس، قبل المباراه يابا هاي بطوله، افضل انا حتى قبل مو بالمباراه، لا قبل مثلا قبل البطوله باسبوع اسوي قعده الفريقي، اوضح لهم ناس قاعد تتعب، احنا نتقبل، خل نركز بالمباراه، الحكم يجينا جاي يخدمنا، احنا ليش نتجاوز على الحكم؟ فاللاعب من المدرب بالمحاضره وبالبيت ويحكي وياه، لاعب يتقبل ويعرف حتى القانون مال، حتى قانون الملعب، حتى اذا لاعب مثلا انا مقعه جايبه من بغداد جديده منين ما جايبه، اجي اقول له يابا ترى هذا قانون الملعب، الجاروب لا يجي مثل لهناك ذب الحكايه على الحكم، او يجي جاروبه مقصوص النذر، هي منين تصير المشكله غير من هاي الجزئيات؟ لو غلطان اني. فيا شباب يعني اتمنى، وهذا رجاء اخوي، احنا المدربين ثق بالله احنا ننجح البطوله واحنا نخربها. هذا الكلام للكل، يعني على جابر وحتى لاهل البطوله. الناس مثل من يجون ويتعبون وبطوله نموذجيه، اجانا اتعارك واخرب اللعبه واخرب البطوله. ذيك البطوله من خربت منو ما ضاج؟ انت مو اعتزلت الفرق الطوبه كابتن دعدع؟ منو بيكم ما ضاج كراب؟ منو ما ضاج وانهضم؟ صح لو مو صحيح؟ وحتى صار خبر مثل لجنه الشعب، لجنه كذا، والله باعوا المدينه، باعوا بطوله ما بيهم خير، يوميه عركه وفلشوها، هاي تنحسب علينا. فانا اكد على المدرب، اكد رجاء اثقف اللاعب مالتي، اقول له هاي البطوله، هاي قرارات الحكام، هاي قرارات الملعب، واهدي يا هاي ثقافه، الحكم يغلط، الحكم ما معصوم، انا لا منطي فلوس ولا جايبه مثل ما يقول يعني متفضل، هو متفضل علي، الحكم ما معصوم يغلط، وهاي بدوريات العالم كلكم رياضيين. فانا من اثقف اللاعب مالتي وهيئه نفسيا، وداحتك الفوز والخساره تجي، واكون صريح وياكم. يعني هاي ساعه كاس العالم بعد، احنا كابتن كم كاس العالم سوي انت؟ هاي ثانيه لو ثالثه؟ صح لو مو صحيح؟ هي فرق شعبيه، منا لمن المدرب يبطل ما يبطل، لمن يكبر. فاحنا هاي الوجوه كنا اصدقاء، حرامات والله، وانا اعتذر خاف. سادتنا المشاهدين، بعد ان استمعنا الى جميع الرسائل والنصائح المهمه من قبل المنظمين
رئيس اللجنة والكابتن أحمد حنين، خليكم ويانا للدخول إلى أجواء القرعة وسحبة هذه البطولة المتمثلة بالكابتن علاء جابر والكابتن عادل أبو مصطفى. خليكم ويانا. ماكو فرق ان شاء الله. كابتن افتح. كرواتي اخذ ثاني. كرواتيا اكب المايك. كرواتيا اعطيني كارت. الصمود القنترة. اي كابتن عاشت ايدك انت مرتب. كرواتيا الغرافة والصمود. تبقى يمي؟ اي كابتن كب هاي خلينا انا افتحها احسن. اي. النجاح الاهلي. النجاح الاهلي. منتخب سويسرا. الوكرة منتخب فرنسا. وكرة أم الكبر. النوارس 26. منتخب بولندا. بولندا. ضدمن. ليش ما يقول يواجه؟ الشهيد باسم. منتخب البرتغال 75. رديف الطالب الرياضي. الطالب الرياضي. منتخب المغرب. المحبة 36. الولايات المتحدة الأمريكية. يا زوي كمان. المدرسة الكروية. المدرسة الكروية. زيدون البيضراوي. زيدون صورتها خافوا يقولون على لعب بالسحبة. لا او خليها هنا وخليها هنا. زعيم 26. منتخب اسباني. منتخب الحميدية كوريا. هم لعبوا. قالب الرياض. منتخب استراليا. يواجه الشهيدين منتخب البرازيل. الصقور 21 منتخب الأرجنتين. الشهيد علي جمال منتخب السنغال. واتمنى لكم التوفيق. اعطيني عن كاب. يلا خليه يكمل. كباتن منتخب كرواتيا الغرافة مواجهة القنترة الصمود كابتن علي. سويسرا منتخب النجاح الأهلي
فرنسا منتخب الوكرة. منتخب بولندا النوار 26. البرتغال شهيد باسم 75. المغرب منتخب المغرب رديف الطالب الرياضي المحبة 36. أمريكا. هولندا المدرسة الكروية. اليابان زيدون الفيدرالي. إسبانيا الزعيم 26. كوريا الحميدية. استراليا الطالب الرياضي كابتن أحمد خضير شهيدين. منتخب البرازيل لا أزرق كابتن أزرق والله. صقور 21 منتخب الأرجنتين السنغال الشهيد علي جمال. أتمنى لكم التوفيق كباتن.